يا ريت يا جماعة اللي في دراو في أسوان أو المنطقة التانية اللي هي معرفش بحري ولا اسمها ايه في أسوان، اللي فيها المشكلة بتاعة المغص وإنهم يروحوا المستشفى، يقولوا لنا الحالة أخبارها ايه هناك. احنا هنا بنتكلم كلام موضوعي، لا احنا ضد الدولة ولا احنا مع الدولة بكل تأكيد. بس الدولة لما تطلع ببيان إنه مفيش حاجة وتركز على مشكلة المية بس، وكان الموضوع هو مشكلة المية بس، وتتناسى إن في مستوطنين جايين تهريب من غير كشف عليهم لا امنيا ولا صحيا ولا اي حاجه خالص، ويتنقل امراضهم المتوطنه للمصريين، كل ده خوفا على السياحه وخوفا على السائح مش خوفا على المواطن المصري. طب ما هو يا فندم، لو ده حصل حقيقي ومفيش حالات وما في، يعني الاهالي هناك، سمعت فيديو وفي ناس بتقولي ان الاهالي هناك بتسمع عربيات اسعاف كتير، وبيقولوا مستشفى ابو الريش معرفش فيها حالات كتير ولا ايه. بيننا وبينكم مستشفى ابو الريش يعني يعني طالما حد طلع، ممكن اللي بيعمل فيديو يكون موتور، ممكن يكون اخواني ماشي، بس هو حدد مكان. طب ما هو نشوف بقى المكان ده، يعني حد هناك يطمنا يقول لنا. الدولة لو انت خايفة على السياحة يا فندم، حضرتك السياح فضحية، فهيجوا هتتسببوا في ان في سايح ممكن يتنقل له المرض، وساعتها هتبقى سمعتنا حلوة قوي في الصحافة العالمية، ومش هتقدروا تكذبوا بقى. فانا مصدومه بصراحه في الدوله لو بتطلع تكذب في البيانات، او مش بتكذب، خلينا نقول الحقيقه، بتداري. وبتداري زي هي بتكذب. فاهميني ازاي؟ هو انتوا يهمكم السياحه اكتر من صحه المواطن؟ لو انتوا خايفين من البلبله، البلبله حاصله، وخدوا بالكم كل ما بتخبوا كل ما بيحصل بلبله زياده. يعني احنا مش في عصر ان انتوا تخبوا فيه، ما احناش في اعلام 67 ولا ايام 67 اللي فيه ناس يوتيوبرز انا مسمياهم اعلام 67 طالعين يزعقوا للناس انتوا كل حاجه تتكلموا عن المستوطنين. طبعا هم بيقولوا اللاجئين دلوقتي، انا اعتمدت كلمه مستوطنين خلاص. انتوا كل حاجه اللاجئين اللاجئين، ما عندكمش حاجه غير اللاجئين. ايه يا جماعه حرام عليكم، يا جماعه السياحه يا جماعه، وكأن احنا خونة وهو سيادته مش خاين برخصة يعني. فانا ما اعرفش بصراحة ايه كمية المزايدة والتخوين وقلة الادب اللي بتحصل دي. انا نفسي حد يرد علينا. احنا دلوقتي مش بننشر فتنة، خدوا بالكم. وانا بتكلم بموضوعية، انا يعني مش الهدف ان انا ابقى ضد الدوله، الهدف اني انا عايزه ان الدوله تبقى صورتها كويسه ويبقى في بينا ثقه، لان الثقه بدات تنعدم. بس انا واحده من الناس، انا كمصريه ما بقاش عندي ثقه في الدوله بصراحه، لما بتدخل الاشكال ديت وتضحك علينا وتقول لنا انا بدخلهم وبشوف بياناتهم مش عارفه ايه، ويطلع ان هم لا عارفين ولا مدققين الاعداد، ولا حتى يعني ما بيسمحوش بدخولهم. لا الخارجيه طالعه بتقول بنستقبلهم تاني، اللي هم السودانيين. انا ما عنديش كلام.